صباح الخير. كيف الحال؟ نتمنى لكم كل الخير. موضوع اليوم بنتكلم فيه عن مال اليتيم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاقتراب لمال اليتيم، واحنا بنعمل عكس ما أمرنا بيه. فعلا ده من الواقع، مش تأليف من عندي والله. أعرف قصة حقيقية حدثت بالفعل في مجتمعنا. لما حد راح يتبنى طفل يتيم، أهل الطفل اليتيم قالوا له اتنازل عن الورث بتاعه عشان داخده بأي حق إن هما يتكلموا معاه كده، بأي حق. ربنا سبحانه وتعالى قال لكم في كتابه، طبعا أنا مش حافظ الآية، ولا تقربوا مال اليتيم، وانتم عملتوا عكس كده. قلتوا للراجل اللي هيتبنى الطفل ده عشان تتبناه اتنازل عن الورث بتاعه. فمين عطالكم الحق؟ انتم ممكن لو خايفين على الورث بتاع اليتيم ممكن تبقوا اوصياء عليه لغايه ما يبلغ سن الرشد، اللي هو اكتمال الاهليه، سن الاهليه اللي هو 21 سنه، ولما يكتملهم ترفعوا الوصايا عليه. مش ممكن تدوا الطفل اليتيم ده لحد يتبناه ويكون هو اقل عندكم غلاوة من الورث، او يعني من المادة، فهو طبعا اغلى من المادة. فانتم بتديله ضناكم اللي هو الطفل اليتيم ده، يا سيان ابن اخوكم او ابن اختكم، ومش خايفين على الورث المادي بتاعه. اهم حاجه يهمكم ايه؟ الضنا، ان الراجل ده يبقى امين عليه ويبقى رحيم بيه ويعوضه عن يطمه سيان في الاب او الام. فبلاش تبقى المادة هي المسيطرة عليكم في كل شيء. المادة بقت بتقتل الرحمة، صوت المصالح بقى أعلى من صوت الإنسانيات، فحرام. ربنا معانا ومعاكم، فمش ممكن تقولوا يا رب ارحمنا وانتم مش بترحموا حد عشان المادة. إياكم والمادة الزائلة، فكروا في حسنات الآخرة. شكرا، مع السلامة.